السلام عليكم. معاكم الباشمهندس عمر عباس، ميكانيكا باور هندسة المطرية. النهارده إن شاء الله هنتكلم عن ميكانيكا، وعن ميكانيكا باور بالأخص يعني. الكلام هيكون موجه لطلبة ثانوية عامة وإعدادي هندسة وميكانيكا اللي لسه محددوش هم عايزين قسم ايه. هنتكلم عن تعريف قسم ميكانيكا باور، وإيه المواد اللي جواه، وإيه هي المجالات اللي ممكن تشتغل فيها، مميزات وعيوب القسم، وشوية نصايح كده. في البداية نقابة المهندسين مقسمة الهندسة لشعب: شعبة الهندسة الميكانيكية، شعبة الهندسة المدنية، شعبة الهندسة المعمارية، شعبة الهندسة الكهربائية. هنتكلم عن شعبة الهندسة الميكانيكية. شعبة الهندسة الميكانيكية من الشعب اللي بتهتم بالمصانع والتصنيع وكده يعني، والمركبات دي ازاي بجمعها واصنعها واصممها واختار احسن مواد ليها، وبتهتم بالحاجات اللي بتتحرك ازاي، مثلا ان انا احرك الحاجة عشان اولد بيها كهرباء وكده يعني. اقسام الشعبة الميكانيكية: قسم طيران، بيهتم بالطائرات وكده يعني، ده موجود في هندسة القاهرة. قسم هندسة بحرية ده موجود في اسكندرية وبورسعيد تقريبا. قسم سيارات ده موجود في عين شمس والمطرية والمنيا. ميكاترونكس ده تقريبا موجود في كل الكليات، وده مزيج بين كهرباء وبين ميكانيكا. انا مش هتكلم قوي عن كل قسم من الاقسام دي، انا هتكلم اكتر عن ميكانيكا باور يعني. قسم هندسة الانتاج والتصميم ده بيختص بالمصانع، وازاي ان انا اطلع اكبر قدر ممكن من المنتج في اقل وقت معين، في اقل وقت يعني، وباعلى جوده يعني. قسم ميكانيكا باور، وده اللي هنتكلم عنه دلوقتي، هو القسم اللي بيهتم بان انا اولد كهرباء عموما يعني، ايا كان بقى، عن طريق الطاقه الجديده والمتجدده، عن طريق ان انا بحرك عمود. فالعمود ده يعني زي مبدأ فاراداي كده، ان انا لما بحرك مجال مغناطيسي في تيار بيتولد، فانا بهتم بان العمود ده يتحرك فيولد لي كهرباء. برضو من الاقسام اللي بتهتم بالتصميم والتصنيع وان انا ازاي اختار، مش التصنيع اللي هو ازاي ان انا اصمم الحاجه دي واختار لها المواد وكده. ومن الاقسام الرائعه جدا يعني. ايه بقى المواد اللي جوه التخصص ده؟ احنا بناخد رياضه، ماثماتكس، بس بناخدها اللي هي ليها علاقه بحاجات ادفانسد هناخدها جوه التخصص. يعني احنا بناخد كالكولس وديفرنشال ايكويشنز ولينير الجبرا، عشان احنا مثلا عندنا في ماده الفلويد ميكانكس حاجات ادفانسد شويه، بتبقى محتاجه حاجات ادفانسد من الماث. بعد كده بناخد سيرمو فلويد وهيت ترانسفير. المواد دي دول عصب ميكانيكا باور، هم دول القسم الباقي يعني قائم عليهم. وقدام بتاخد حاجات ادفانسد ليها، سواء بقى مثلا هتلاقي مادتين من دول مع بعض، او تلاقي التلاتة مع بعض في مادة واحدة. بس انت في الاول بتاخد كل مادة ايه لوحدها كده، سنة سنتين ولا حاجة. السيرمو دي بتبقى اللي بتهتم بان ازاي احول الطاقة من صورة لصورة اخرى، وازاي احافظ عليها وكده. الفلويد بتهتم بحركة المواع وسكونها وكده يعني، المواعي دي اللي هي الغازات او السوائل. الهيت ترانسفير بتهتم بانتقال الحراره. بعد كده في ماده بناخدها اسمها التصميم الميكانيكي، دي بتبقى ماده تحتها مواد كتير زي علم المواد والتصميم الميكانيكي وكده يعني. بتهتم بان الحاجه دي ازاي اصممها بحيث انها تتصنع كويس، وتكون بتقضي الوظيفه بتاعتها بشكل كويس. بناخد شويه مواد من الكهرباء زي الكترونكس وبروجرامينج وميكاترونكس. وبناخد ايه، طاقه جديده ومتجدده. ايه بقى المجالات اللي ممكن تشتغل فيها بناء على المواد اللي انا لسه قايلها؟ فانت بما انك بتاخد فلويد ميكانكس، تقدر تشتغل في مجال الغاز والبترول، في مجال تصميم البايب لاين بتاعها، او ازاي بتستخرج وكده يعني. في محطات القدره، ان احنا قلنا ان احنا دول بقى دي مبنيه على السيرمو، على الثلاث مواد بقى اللي هي السيرمو والهيت والفلويد. تقدر تشتغل انت في محطات القدره يعني، زي محطات توليد الكهرباء كده. تقدر تشتغل في مجال الطاقه الجديده والمتجدده. تقدر تشتغل، دي مبنيه على ماده الفلويد ميكانكس، اللي هي الهيدروليك والنيوماتيك دي، اسمه ايه ده، دي اللي هي صيانه المعدات التقيله وكده يعني. ممكن تشتغل في التصميم الميكانيكي في الاتش فاك والبيب، دي من المجالات اللي هي التبريد والتكييف، دي اللي هي مثلا انت في مول وكده، فازاي ان انا اخلي المول ده فيه هواء بيوصل له، ولو لا قدر الله حصلت حاجه نظام الاطفاء بتاعه يبقى عامل ازاي، وان هو يبقى متهوي وكده يعني. بنشتغل في التركيب والصيانه. وبنشتغل برضو ايه، في مجال البحث العلمي في مجال السي اف دي، وده تبع الفلويد ميكانكس، ده حاجه ادفانسد من الفلويد ميكانكس يعني. مميزات وعيوب قسم ميكانيكا باور: مش كل المواد اللي انت بتاخدها
هتلاقي لها شغل. يعني مثلا انت بتاخد مواد ازاي تصمم بويلر وازاي تصمم تربينه وكده، بس انت مش هتتخرج يقول لك تعالى نصممه. حلو، دي مشكله القسم يعني. من مميزاته بقى هو ان ده بيغير طريقه تفكيرك، لما تيجي تبص للحاجه بتبص لها بنظره مختلفه، بيوسع مداركك وكده. قسم ميكانيكا باور من الاقسام الرائعه جدا في حته العلوم وكده، لان هو بيتكلم في كذا حاجه وبيفتح لك دماغك جامد يعني. شويه نصايح بقى حابب اوضحها. لازم تهتم جدا ب يعني حاول تهتم بصلواتك وانك تقرب من ربنا في الفترة دي، عن طريق بقى سواء كان الصلاة او انك تبقى بر بأهلك. حاول دايما قدر الامكان تقعد تدور على المعلومة. ما ت... يعني حاول تقعد تسأل ليه ليه ليه، واقعد تسرش في جوجل. ما خلاش حاجة يعني ممكن تبقى تسرش عليها. وكمان في مواد زي شات جي بي تي وكده ممكن انت تبقى تسأل عليها، اسمه ايه ده، وتديك اجابات مفصلة وكويسة يعني. حاول ان انت تدور على كورسات بره. وكورسات بره هنا اقصد يوتيوب. يعني انت حاول ما تدفعش فلوس نهائي في كورسات بره طول فترة دراستك. يعني حاول تدور عليها يوتيوب وكده يعني تتعلم. حاول ان انت قدر الامكان كل ما تخلص مادة تبقى عامل لها زي تشيت شيت كده، ورقة كده كاتب فيها كل القوانين وملخص كده، بحيث ان انت ايه ترجع لها تاني. حاول بقى ان انت تنظم وقتك. حاول ان انت من دلوقتي تكتب السي في بتاعك وتحدثه. ده عن طريق مثلا ان انت تدخل لينكد ان، تبتدي ان انت تظبط اكونت عليه. انت هتلاقيه فاضي في الاول، بس قدام هتبتدي تتعلم ازاي تملاه كده. اعمل اكونت على كوره برضو، ده بيبقى عليه ناس بتسال اسئله حلوه جدا ليها علاقه بميكانيكا. عن مثلا ازاي ان انا اذاكر وانظم وقتي، ازاي ان انا ايه يعني ايه المهارات المطلوبه وكده يعني. وكمان حاول ان انت قدر الامكان في الفتره دي ان انت تدخل ستودنت اكتيفيتيز. مثلا بيكون في فرق عربيات او فرق بتعمل روبوتات مثلا في الكليه بتاعتك، حاول ان انت تنضم ليها في بدري بدري يعني، عشان تبقى تجربه ممتعه ليك جنب الكليه، ما تبقاش بس قضيتها في الدراسه وبس. حاول ان انت ان شاء الله تنزل بقى في الصيف، تنزل تدريبات، تشوف كده ايه المواد اللي انت خدتها السنه دي، وشوف ايه الاماكن اللي ممكن تتدرب فيها بناء على المواد دي. حاول انت تتعلم برنامج مثلا زي السوليد او الريفت او الانسys وتشتغل بيه كفريلانسر على موقع فريلانسر او ابورك. يعني بدور على يوتيوب على حاجه زي كده. وحاول قدر الامكان تنبسط بدراستك. قسم ميكانيكا باور من الاقسام الممتعه جدا في دراستها. الناس هتقول لك انه صعب وكده، بس هي الفكره ان هو يعني بيعتمد عليك انت في الاول والاخر. انت كنت كل ما هتحب القسم ده، كل ما القسم ده هيديك معرفه ومعلومات وهيخليك مبسوط اكتر. انا كده خلصت. شكرا لكم جدا. السلام عليكم.